بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ولأهالي منطقة المدينة المنورة يا سيدي كلمة يلقيها بالنيابة عنهم الشيخ صالح بن عواد المغامسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من اليقينيات التي يؤمن بها كل مسلم أن الفضل كله بيد الله، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبر تاريخها المجيد بحكام موفقين ورجال مباركين سعدت بهم الأمة وافتخرت بهم الأيام. وهؤلاء الحكام والملوك عبر تاريخ الأمة المجيد جعلهم الله جل وعلا رحمة ونعمة وسؤددا للأمة. رزقهم الله جل وعلا من البصيرة ما يجعل الناس يفزعون إليهم عند نزول الحوالك، ورزقهم الله تبارك وتعالى وجعل على يديهم الخير والأمن والفضل على جميع الممالك. وأنت يا خادم الحرمين الشريفين أيها الملك الموفق المبارك بحمد الله وفضله واحد من هؤلاء الأفذاذ الكبار الذين أنعم الله عليهم وأنعم بهم. وقد تجلى هذا كله يوم أن تنادى الحاسدون وتداعى المرجفون، فأظهر الشعب أثر القرآن الذي في قلبه، القرآن الذي يدعو إلى اللحمة والسمع والطاعة والوحدة. وظهر كذلك خيرك وعطاؤك على الناس ويقين المؤمنين في هذه البلاد المباركة بولي أمرهم. فبهت الذي حسد وذهل الذي يرصد، وانقلب إليهم الطرف خاسئا وهو حسير. ثم إنه بعد ذلك بيومين أطل على الناس سمو النائب الثاني ليهنئ الشعب النبيل بصنيعه، وليقول لهم مباركا ومهنئا: اليوم نقول هنيئا لخادم الحرمين الشريفين بشعبه، وغدا نقول هنيئا للشعب بخادم الحرمين الشريفين. فما أطلت الجمعة التي تليها إلا وأطلت سحابة كرمك، ففاضت من غير رعد، وسقت من غير بخس، وجرى نهرها العذب فلم يبقى واد إلا رواه، ولا ذو عطش إلا سقاه. وذلك فضل ساقه الله على يديك، ونعمة من قبل ومن بعد أنعم الله بها عليك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. 6 سنين نيرات مرت من حكمك المبارك، نرجو الله أن يمتعنا بأيام حكمك أزمنة عديدة وسنين مديدة في عفو وعافية منه. من قرأها تبين له أمور. يوم أن تقول للشعب وأنت تطل عليهم: لا تنسوني من دعائكم، كلمة لم يقلها زعيم عربي معاصر فيما نعلم، كشفت عن جوانب وحقيقتين في شخصيتك المباركة. الأولى معرفتك الحقة بربك، وهذا والله أعظم العلم وأجل المعرفة. والثانية بعدك عن الكبر، وهذان هما طرف المجد الذين يكتب الله جل وعلا بهما لأي عبد خيري الدنيا والآخرة. أيها الملك المبارك، مآثرك قائمة على سوقها لا تحتاج لمثلي أن يعددها، وما جئت هنا لأسردها، لأننا جميعا نعيشها ظلا وارفا وحاضرا حيا نحياه جميعا. لكنني وقفت نيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة ليقول إن الله جل وعلا رزقك 3 خصال: الهمة العالية والعزيمة الثابتة، الهمة العالية والعزيمة الثابتة والتعفف عن أموال المسلمين. وإذا أراد الله بملك خيرا أعطاه هذه ال3، فما مدح الملوك ولا أعطوا شيئا أعظم من الهمة، ولا استطاعوا أن يبنوا مجدا إلا بعزيمة ثابتة،
ومتى طهرت أثوابهم وكانت نزاهتهم تعلق الناس بهم، وهذا ما يعيشه الناس واقعا حقا مع شخصك الكريم. أيها الملك المبارك، تخرج من قصرك ليلة لتزور بيوت المساكين والفقراء، ثم تصبح عليك الوقار والدين ومهابة الملك وأنت في محافل الزعماء والملوك والرؤساء. تبيت مع مستشاريك تبحث ماذا تنفع به المواطنين، وفي الصباح تقارع قادة العالم في قمة العشرين، وفيما بين ذلك تنظر في توسعة الحرمين وتنظر كيف تسوق الخير للمسلمين. في مجلسك يتلى القرآن ويفسر، لعلمك أنه لا عزة للأمة إلا بكتاب ربها. وفي مجلسك يقدر العلماء ويتصدرون، لعلمك أنه لا عزة للأمة إلا بعلمائها. وفي مجلسك ينصف المظلوم والضعيف، لأنك تؤمن أنه لا خير لأمة لا تأخذ الحق لضعيفها. أيها الملك الموفق المبارك، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئونك السلام ويقولون لك أميرا ومسؤولين ومواطنين، يقولون لك في قلوبنا محبة نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، ولك في أعناقنا بيعة جئنا نجددها ونعوذ بالله أن نحيد عنها، ولك في أعيننا مقاما ومكانة وإجلالا، ولك في أعيننا مكانة ومقاما وإجلالا لم تزده حوادث الأيام والدهر إلا رسوخا وثباتا وعلوا. أيها المبارك، هذا كله نعمة من نعم الله علينا جميعا في هذا الوطن الأغر. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته، ولا أعظم من ذكره، فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.